انا قلت له استنى في بدايه السنه الجديده وننزل بالعرض ده عشان نبدا سنه جديده كده بعرض قوي. قال لي حديد وبعيد ابدا، لازم ننهي بيه السنه. شكرا يا باشمهندس حسام. لو وراك حاجه ما تسمعش الفيديو لسببين. اول سبب انك لازم تشتري العرض ده. تاني سبب انك لازم تشتري العرض ده. ايه يا عم الحماس اللي انت فيه ده؟ هقول لك اصبر، مش بقول لك لو وراك حاجه ما تسمعش الفيديو عشان تركز معايا وتركز قوي، لان في كل دقيقه عن التانيه هتلاقي فيه مفاجاه. فاصبر خلاص. مقدمه طويله قوي عايز اعملها، ولكن خلينا نخش في العرض على طول يعني. والحاجه الثالثه ما تسيبش العرض ده، لان هينفعك، وهينفع لو هتبيع ابو بلاش اللي فيه، وهينفع لو تهادي، ولو ينفع هتعمل مخزون وعلى قد الايد وفيه حاجات حلوه. يعني المقدمه طويله قوي، فابشر، انا عايزك تابشر. بص يا سيدي، ركز بقى بدايه التركيز، لانك هتختار. فاصبر ما تستعجلش. والله العظيم انتوا تستاهلوا كل خير يا رجاله، ودعواتكم طبعا قبل اي حاجه. بص العود ال 63 اللي عدت عليه العربيه، الناس اللي متابعاني. بص العيدان، عشان تبقى مركز معايا، العيدان اللي انا هوريها لك اختار لك عود يكون هديه، ماشي؟ العود اللي طلعت عليه العربيه، العود الكربون الدبل اسلام ال 72 لشغل الكاست او شغل الفله او شغاله حداف برضه. من اروع العيدان، والخامه من اروع الخامات. دقق قوي على الخامه، لان ايه؟ الكربون اللي هو لون سن الرصاص يا جماعه. التشطيب طبعا الكعب معدن والفرنيه معدن، والحليه اللي هنا كده، والاسم واللوجو ظبط الدنيا. في منه 12 و72، بس مفيش منه كتير يا جماعه، ماشي؟ وانا بعرض كده خد سكرين اللي انت عايزه او احفظ اللي انت عايزه. عقد التشميط في منه 3 متر 63، مش عارف الاقي 93 ولا لا، فما تلزمنيش بمقاس، لان ايه؟ الحاجات دي تشاطيب خلاص بتاع التشميط. كاست وود بتاعه لغايه 200 جرام لغايه 300 جرام. عرضناه كتير قبل كده بس عشان الناس الجديده يعني. خلاص. فانا شغال كده ايه؟ اختار التلاتة 60 البراكودا من الفايبر الاحمر. عود الكاست اللي شرحناه كتير قبل كده. الجيج ماستر ال3 متر. الكربون اللوكس ال3 متر. الدبل الليزر يا جماعه بس لونها اسمر. العود المصدف 3 متر او 63 اللي انا بقول لك لو عايز تشمط بيه شمط بيه. خلاص. العود اللي يعجبك يا جماعه خدوا سكرين عشان هنحتاجه دلوقتي. الكربون ال3 متر. الصب المفرغ المجدول. واحد كان سألني في التعليقات بيقول لي ازاي صب ومفرغ. صب يا جماعه يعني هو المصطلح احنا بنقول ان هو مش تلسكوب، ما بيدخلش في بعضه يعني. مظبوط بس مفرغ، عكس اللي مظبوط كله زي الصب التاني. مش عارف بيسيب المضمون وبيستني في حاجات غريبه اهو، فتحياتي له. خلاص. فاكرين العود الفضي ال 2 10 اللي شلنا بيه الكرسي الحديد اللي اسلام قاعد عليه؟ ده منه بس 3 متر. هو ده العود بس التلاتة، ده ال3 متر، ال 2 10 خلص. العود الحديدي، الناس اللي متابعاني برضو يعني اما بقول الاسم العود هيفتكروه. الخامة حدث ولا حرج. خلاص. ال27 بوسط اليد، ال7 متر 20 القفل القصيرة، 13 او 14 عقل. خلاص. العيدان اللي عدت دي خد منها عود يبقى لك هدية. خلاص. المكنة هتختار واحدة من الاتنين طبعا ياموشي، دواخل نحاس، حلة معدن، بود من الكربون. ولما تيجي تشتري ياموشي، نصيحة كده، نصيحة صياد بقى قبل موضوع التجارة والهم ده. لما تيجي تشتري ياموشي او ما تقولش للتاجر هي المكنة اللي ياموشي مقاس كذا بكام، لان الياموشي دي 3000 نوع. يعني مثلا الياموشي دي اختصارها ايه؟ RS. فمثلا عجبتك المكنه دي ودواخلها وبتاع ومانوال واوتوماتيك والكلام ده كله، دواخل نحاس، المكن ده سريع جدا. تقول له ما عجبتك، تقول له انا عايز الياموشي الRS، مش هتعرف تحفظ، تاخدها سكرين وتقول له انا عايز دي. فانت هتختار يا دي يا دي. الاتنين عندي واحد بس، كمان الاتنين داخلين في العرض فخليك تختار، او تقول لي يا فوزي هات الافضل فيهم.
فلما تقول لي الافضل فيهم اللي هتيجي في ايدي هحطها، لان الاثنين عندي كفاءه واحده. دواخل نحاس، الاجزاء الميكانيكيه كلها معدن، تشطيب زي ما انت شايف، لمعه الكربون في البودي ما يتخيروش عن بعض. وخد سكرين واسال، عشان لما حد يقول لك مكنه ياموشي ب 10 قروش قول له هي دي ب 10 قروش ولا تقصد ياموشي ثانيه. خدت بالك كده؟ انت اخترت عود واخترت مكنه، انت كده مركز معايا اهو. حلو الكلام. بص بقى، البكر الحرير ال 200 متر اللي البكره ب 25 جنيه. حلو الكلام. اصبر انا بس هقول لك شويه حاجات وبعد كده هتفهم دلوقتي. البكره الحرير، الصنار المسروق ان كان الكوري ولا الكربون، الناس اللي عايزه تضرب على السمكه تلاقي السن ببطنها في الريمه وفي العجينه وفي الدود، وفي ناس بتاخده للغله عشان سمكتهم بتبقى عايزه تبلع وخلاص، او هو اعتقادهم ان السمكه لازم تبلع في صيد الغله، مع ان انا عكس كده. انا لازم السن يبقى كبير عشان هي بتستهدف حبات الغله اللي هي الحربه بس. المهم يعني في العموم، وفي العجين ده هيكيفك قوي. يعني في الطعوم اللي السمكه بتبلع فيها الصنار ده هيتفوق على نفسه فيه. اصبر بس، ثمن الباكو 60 جنيه. انا عايزك بس تشوف الحاجات اللي انا عارضها واسعارها وبعد كده هقول لك الدنيا فيها ايه. معكوف، الصنار الياباني المعكوف اللي السن ب 2 جنيه ونص، اللي دقينا على الحربه بتاعته بحديده ما تلمش. انت عايزك بس دلوقتي تشوف، يعني اللي انت هتركز فيه دلوقتي انك تشوف بس واصبر. صنار الشراره، صنار الشراره الكربون، معلش يا اسلام بقعد ابوظ لك الحاجات، دقق قوي عشان يعرفوا يعني ايه كربون. ظاهر وواضح ولامح كده وجميل، ماشي. الباكو ب 60 جنيه. شفت اللي انا عرضته دول؟ ليك ب 500 جنيه حاجه منهم، او تشكل بالاضافه لايه؟ للاتمان الهندي برضو. الخيطه الهندي 500 متر اللي اختبرناها، لا بتلاولي ولا بتكتكت ولا الكلام ده، اختبرناها على الخيطه ب 50 كمان، المفروض تبقى ناشفه. التمن ب 75 جنيه، هو من 500 متر ل 800 متر حسب مقاسه، والمقاسات من 30 ل 60 موجوده. كل اللي انت شفته ده ليك ب 500 جنيه تختار منهم اللي انت عايزه. خد بس النار بس تشكيله كامله. خلاص طيب، يبقى انت ليك العود اللي اخترته هديه، والمكنه اللي اخترتها هديه، وب 500 جنيه تشكل من اللي انت شفته هديه. طب يا عم انت كده وصلت لنا بتاع 900 ولا داخلين على 1000 هدايا، هتعمل لنا عرض ب 2000؟ فين بقى اللي على قد العيد؟ لا، ما انا بقول لك لازم تاخده. ليه؟ معلش بتكلم بسرعه لان انا متحمس للعرض. فكده انت ركزت معايا، اخترت العود بتاعك واخترت المكنه بتاعتك واخترت ب 500 جنيه من الحاجات اللي انت شفتها دلوقتي. يا خيط يا خيط يا صنار يا صنار يا مشكل، تقول لي مثلا ب 100 من ده، ب 50 من ده، ب 200 من ده. خلاص؟ وبعد كده انت كده خدت هداياك 500 جنيه اللي هتختار بيهم والعود والمكنه. نخش على العرض بقى. خلاص، عشان ما يختلطش بيك الامر، لان في حاجات في العرض من ضمن الحاجات اللي هتختارها في الهدايا، او من ضمن الهدايا. يعني المهم قسم الهدايا خلصنا منه، انك عرفت اخترت لك عود واخترت لك مكنه وهتختار ب 500 جنيه من اللي انا عرضته. نخش بقى على العرض، اركن دول على جنب وخلاص هم في جيبك. انا بدقق ليه؟ عشان الناس تفهم بصوره كامله. اركن دول على جنب. مش عارف، احنا المفروض هنضم ده للجزء اللي سمعوه قبل كده. احنا وقفنا ان الهدايا خلاص وهنخش على العرض. حلو الكلام. العرض بقى بكرتين هندي، لان بتوع الصعيد وبتوع اسكندريه بتوع المالع عموما والناس اللي بتشتغل تشميط وحداف بيطلبوه دايما. فاتنين هندي، تمن ب 75، الاثنين ب 150. اتنين صنار ياباني اللي كنت بقول لك كن حذر في استخدامك معاه، اللي هو باكوين، الباكو 100 سن. نشوفه بسرعه كده ونرجع تاني. كن حذر في استخدامك معاه. ليك باكو بحلقه واتنين راجع للحداف، وباكو من غير حلقه واتنين راجع للغماز. الباكو ب 47 ونص، الاثنين ب 95. باكوين صنار مسروق اللي هو الكوري والكربون، الباكو ب 60، الاثنين ب 120. 50 صنار معكوف للتشميط والحداف والقشر البياض والشغل الحي، السن ب 2 جنيه ونص، ال 50 ب 125 جنيه. العود المفرغ، الصب المفرغ اللي شرحناه كتير قبل كده، المحمل يا جماعه مش الرفيع، ب 185 جنيه، طوله 2 متر و10. وعود القصد اللي شرحناه وشفنا الاكشن بتاعه في العرض اللي فات ب 135 جنيه. قرب يا اسلام وشوف التصميم للناس. خلاص؟ اجمالي الاسعار اللي انت شفتها احنا اكتفينا لغايه كده، مع ان كان المفروض العرض ده هينزل في شهر واحد
وهيبقى فيه محتويات ما يقرب من 2000 جنيه، ولكن الباشمهندس حسام قال لي لازم احط التاتش بتاعي في نهايه السنه. اجماليهم 810، هناخد منك 40 جنيه عشان التغليف ومصاريف فودافون كاش، هيبقى انا بتاع 20 جنيه، لان العرض ده في كميه منه كبيره ان شاء الله يعني، فاحنا هنكتفي ب 20 جنيه في العرض، ويبقى الاجمالي 850 جنيه، يعني 810 زائد 40 للمحل يبقى 850 جنيه. اقول لك بقى كله على بعضه عشان ما تتوهش تاني. 2 هندي ب 150 جنيه، 2 ياباني ب 95، 2 مسروق ب 120، 50 معكوف ب 125، عود صب مفرغ ب 185، عود قسط ب 135 جنيه، زائد العود الهديه اللي هتختاره، زائد المكنه الهديه اللي هتختارها، زائد ال 500 جنيه اللي هتختار بيهم الجزء اللي شرحنا محتويات ال 500 جنيه ما بين اتمان هندي، سن شراره، سن معكوف، سنار ياباني ابو حلقه واتنين راجع برضو، والخيط الحرير والشراره والمسروق. خلاص يبقى انت كده فهمت انت هتاخد ايه. 500 جنيه هتختار بيهم الحاجات اللي احنا قلناها في الاول، زائد مكنه تختارها، زائد عود تختاره، زائد الحاجات اللي هتدفع ثمنها 810 زائد 40 المحل، يبقى 850 جنيه. احسب براحتك خالص، خد وقتك خالص وشوف انت هيبقى معاك ايه. انت هتدفع 850 جنيه في عرض، وهتاخد اكتر من 850 جنيه عيدان ومكن محترم. ولف اليوتيوب كله وتعالى لي، انا مستنيك على الواتس مش فون. وبالراحه عليا، يعني اللي يدفع فودافون كاش يدفع فودافون كاش يا جماعه. وعنواني شنوفه شبين منوفيه لو حد عايز يشرفني. لو هتدفع فودافون كاش بالراحه عليا، انا مفيش اوردر بيدفع الا لما بيتسجل وبيتغلف، ما بنركنش حاجه، عشان هو الاوردر لما بنشيله من دماغنا احنا بنرتاح، بنشيل هم اكتر منك. فما تستعجلنيش، لان انا عارف ان العرض ده هياكل دماغ. نصيحه فوزي للصياد وللتاجر والحد هادي او حد هيقتني، احسب براحتك واعرف وتاكد ان فوزي بيقول لك في ظل الظروف والدولار وغيره اللي احنا فيه، والله ما هنعرف نعمل العرض تاني. الرقم هو باين يا اسلام، مش عارف اسلام قرب ينام ولا ايه، مدفوع كده. يلا سلام عليكم.